بعد ما اتكلمنا عن الاسماء الراحلين عن الزمالك وقلنا كمان اللعيبه اللي الزمالك بيحاول يفاوضها، جاي النهارده بقى عشان اكلمك عن عوده الطيور المهاجره، واكلمك عن 2 من النجوم اللي كانت موجوده داخل نادي الزمالك وكان ليهم دور كبير قوي في الشكل الجيد اللي كان عليه نادي الزمالك في الفترة اللي فاتت. وكمان للأسف عندي أخبار سيئة تانية بوجود أزمة جديدة داخل نادي الزمالك ممكن أن تتسبب في غلق القيد وخصم النقاط عن الزمالك. فيديو دسم شوية وفيه تفاصيل كتير، فعشان كده مطلوب منك 4 حاجات. اول حاجة تعمل كوباية الشاي الجميلة التقيل سكر زيادة وتركز معايا قوي في اللي جاي. ال3 حاجات الباقيين هتعمل لايك وشير، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناة وبتتفرج علينا يا ريت تشترك، ده اكيد شرف ليا. ويلا عشان ما نطولش كتير يلا بينا نبدأ الفيديو. يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. قبل ما ابدا في اي كلام، في حاجه مهمه جدا لازم نحطها ما بيننا كمبدا السنه دي في موضوع الصفقات، وهو ان الزمالك السنه دي هتلاقيه ماشي كتير قوي بنظريه بص العصفوره. ليه؟ لان في لعيبه كتير هيقول لك ان هم محتاجينها، وبتطلع اخبار من النادي ذات نفسه ومن الاداره ان هم فعلا هيكلموا الناس دي وان هم عايزين الناس دي، وهم في الحقيقه ولا هيكلموهم ولا هم اصلا عايزينهم. انا ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده عشان محدش يرجع يلوم عليا مثلا ويقول لي انت قلت فلان ماشي وهو ما مشيش، او فلان جاي وهو ما جاش. وانا كلامي دايما بيكون من داخل نادي الزمالك، وكل حاجه بتتغير. يعني ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال المسلوسي في وقت من الاوقات الجمهور كان رفضه رفض تام، انما بعد فتره وتألق من المسلوسي وبدأ ان هو يشتغل على نفسه، الجمهور نفسه بقى بيشيد بيه. فطبيعي جدا الاداره ممكن تغير رايها في لعيب كانت قايله ان هو هيمشي وتقعده. بس الكلام اللي انا بتكلم فيه بيكون كلام الوقت الحالي، ممكن يتغير بكره ممكن يتغير، بس برضه بطلع اقول لك انه اتغير. نيجي بقى للكلام المهم. ايه هو الكلام المهم ده يا عم احمد؟ المستشار مرتضى منصور في احد تصريحاته قال ان هو بيحاول يفاوض او بيحاول يجيب لعيب الجماهير بتحبه، وهو في الكلام ده كان موجه كلامه لجماهير نادي الزمالك. يا عم انت هتحيرنا معاك ليه؟ طب ما انت في الفيديو اللي فات قلت ان بن شرقي قريب وممكن يرجع، يبقى اكيد هو كان يقصد بن شرقي. بس الحقيقه انه لا، مش هو بن شرقي، لان بكل بساطه القصه بتاعت بن شرقي مع النادي بتاعه دي ما بدأتش غير بعد تصريحات المستشار مرتضى منصور، فمستحيل يكون المستشار مرتضى منصور كان عارف اللي هيحصل بعدها بكام يوم، فأكيد هو كان يقصد حد تاني. الكلام المتداول عشان ما اطولش عليك ان المستشار مرتضى منصور كان بيقصد بالكلام ده رجوع إمام عاشور، لأن إمام عاشور مش عايز يرجع الدنمارك، وده كلام نهائي قولا واحدا، مش عايز يرجع الدنمارك تاني. لكن خد بالك، الوحيد اللي يقدر يقرر ان امام يقعد او يرجع هو نادي ميتلاند فقط، وميتلاند هو الوحيد اللي يقدر يقرر انه يبيعه او يعيره او اي حاجة بقى ايا كانت. ولكني لم اخفيكم سرا، انا متوغوش جدا 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 نعيد قصة شيكابالا تاني، وقصة شيكابالا دي هنتكلم فيها بعد شوية. فانا خايف ان الزمالك يقرر ان هو يساعد امام فنعيد مشكله شيكابالا تاني. طب الزمالك في ايده ايه يعمله لامام عاشور؟ اقول لك، الزمالك في ايده حل من الاتنين. اول حاجه ان هو يشتريه من ميتلاند، وده طبعا امر صعب جدا جدا جدا، لان طبعا الازمه الماليه وقصه كبيره، يعني انت بعته ورجعته فهتبقى خسران، فاكيد الامر شبه مستحيل. طب والحل التاني؟ الحل التاني يا سيدي ان انت تاخده موسم على سبيل الاعاره، اللاعب يرجع تاني للملاعب ويبدأ يعيد مستواه، وبعد السنة دي بقى انت بقى تبدأ تشوف بقى يقعد تشتريه ما تشتريهوش، ساعتها نبقى نقرر. وعايز كمان ازيدك من الشعر بيت واقول لك ان امام عاشور هو اللي بيتواصل مع نادي الزمالك عشان يحاول يشوف حلول ويقدر ان هو يستمر في مصر، لان زي ما قلت لكم هو رافض الرجوع وبيقول ان هو تعبان هناك ومش مرتاح نهائي. ومادام هو اللي بيسعى وهو اللي عايز، من وجهة نظري ان دي فرصة حلوة جدا للزمالك، لان الموضوع متهيألي هيبقى اسهل كتير. فاجماليا امام عاشور قريب جدا من الرجوع لنادي الزمالك، وبنسبة تتعدى ال 85 ل 90% امام عاشور هو اللي كان بيقصده المستشار مرتضى منصور في تصريحه. نيجي للموضوع اللي بعد كده، وهو ان زي ما قلت لكم ان اداره نادي الزمالك في الوقت الحالي
بتحاول تشوف اللعيبه اللي كانت موجوده قبل كده وساعدت بشكل كبير ان نادي الزمالك يظهر بشكل جيد في الفتره اللي فاتت، فبتحاول ان هي ترجع اللي تقدر عليه والمعارين كلهم يرجعوا، او زي ما تقدر تقول كده ان هي بتحاول تلم الشمل تاني. يعني عندك مثلا رجوع محمود علاء او اوباما او احمد عيد، وبعدها برضو محاولات مع بن شرقي، ودلوقتي مثلا محاولات مع امام عاشور. فمن مبدأ لم الشمل جت اقاويل من داخل نادي الزمالك حوالين مصطفى محمد، وزي ما الكل عارف ان مصطفى محمد لعيب لجلاتا سراي ومعار لنانت الفرنسي بنية البيع، ونانت كان اعلن ان هو مش هينفذ بند الشراء، وبرضه في نفس الوقت جلاتا سراي ممكن ما يبقاش محتاج مصطفى بشكل كبير يعني في الفترة دي. فالزمالك دلوقتي بقى بيعمل ايه؟ الزمالك واقف بيتفرج ومستني نهاية الحوار، ومن بعد ما كل الكلام ينتهي على مصطفى محمد ما بين نانتو وجلاتا سراي، يبدأ بقى الزمالك بفتح الكلام في استعارة مصطفى محمد لمدة عام. بس زي ما قلت لكم ان الزمالك ما بيعملش حاجة غير انه بيراقب المشهد ومستني. بس هل جلاتا سراي هيوافق؟ الله اعلم. هل مصطفى محمد نفسه هيوافق؟ الله اعلم. اخر حاجة بقى هنتكلم فيها النهاردة هو ان الزمالك مهدد بايقاف القيد. طب ليه يا عمنا بس؟ هو ايه اللي حصل تاني؟ قال لك يا سيدي ان قضية شيكابالا مع سبورتنج اللي هي تقريبا من 2015 اترفض فيها طلبات نادي الزمالك واتحكم فيها حكم نهائي. طب يا ترى ايه هو بقى الحكم؟ اقول لك. اولا الزام الزمالك بدفع 510 الف دولار زائد 10% فوائد على المبلغ لنادي سبورتنج. ثانيا الزام الزمالك ب 400 الف دولار زائد 5% فوائد عشان الرسوم والغرامات، وبكده يبقى الزمالك مطالب بدفع 1,500,000 دولار عشان النادي بقى والغرامات والسلطات والبابا غنوج والكلام اللي احنا عارفينه طبعا ده كله. استنى لسه التقيل جاي. اسمع السطر اللي جاي ده بقى عشان نقعد نعيط كلنا. ألزمت المحكمة الزمالك بدفع المبالغ خلال 30 يوم، وإلا يتم حرمان نادي الزمالك من القيد. ولو استمر نادي الزمالك في عدم الدفع وفتح القيد يتم خصم النقاط من الدوري. طب هو الحوار ده ليه حل بقى بعد كل ده؟ ليه حل طبعا، هو ان الزمالك يدفع الفلوس كلها. يعني مفيش اي حل تاني؟ ما تشوف لنا يا عم حل تاني يا عم، وانت بتقعد تحلل وتفكر. في حل تاني الصراحة، هو ان الزمالك يدفع الفلوس كاملة. نادي الزمالك لازم يدفع الفلوس، ملهاش حل. الحقيقة بقى ان انا لما سمعت قصة شيكابالا وايقاف القيد والنقاط والكلام ده سرحت كده وقعدت افكر، ما جاش في بالي الموضوع غير بحاجتين مهمين جدا. اول حاجة ان قصة الزمالك مع كهربا وغرامة كهربا دي مطولة قوي، لان قصة شيكابالا دي من 2015، ما بالك ان هي لسه طالع فيها القرار النهائي دلوقتي. فقصة كهربا دي بقى اول امبارح بالليل، فلسه ان شاء الله مثلا على بقى ايه الالفية الثالثة الرابعة بقى الله اعلم. الحاجة التانية بقى ودي الاهم، ان انت وانت بتحاول تحل لامام عاشور او بتحاول تتصرف عشان ترجعه، ركز قوي في اللوائح والقوانين اللي علينا، عشان معلش يعني مش عشان نفرح جمهور يومين ثلاثة نلبس النادي في بلاوي سودة سنين طويلة، ونرجع تاني بعد فترة نقول الله يجازي اللي كان السبب، ودينا طبعا كلنا شايفين. سلام.